انا بقول مفيدة اللي تولع مش انا. يا لهوي، الحقيني يا ولية، حريقة، حولع، افتحي بسرعة. هو المصباح ده بيتلكك ولا ايه؟ طب اروح فين انا دلوقتي؟ مين تاني قلق منامي وصحاني من النوم؟ ما فيش حد. ادخل نام تاني. تصبح على خير يلا، عشان ما تتأخرش على المدرسة الصبح. استنى، مدرسة ايه؟ انت عارف انت عملت ايه يا ابني ولا مش عارف؟ انت امرت بخروج خادم المصباح. يعني ما هو حضرتك نتكلم بالعقل كده، مين عمل امر خروج حضرتك ان انضف المصباح تطلع؟ ما هو اي حد كده ممكن يخرجك، مفيش فيها اي تفكير ولا اي شفرة ولا اي حاجة الواحد يشغل فيها دماغه ان انا امسح على مصباح تطلع. على فكرة دي تلكيكة عشان تطلع. انت بتقول ايه؟ بقولك الحقيقة، انت لازم تقف وتتكلم مع اللي عمل لك الامر ده، تقول له انا عفريت محترم ولازم امر خروجي يكون مميز. ده انا يا راجل على ما بنخرج المعاش من المكنة نقف طابور وساعة، ده غير اضغط 1 واضغط 2 وحط الرقم السري، وفي الاخر المكنة تطلع فاضية. تيجي انت امسح شوية تراب على فانوس تطلع عفريت؟ مفيش اي كرامة ولا في اي روتين عندكم. روتين ايه يا ابني وكرامة ايه؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ انت دلوقتي لازم تحقق لي 3 طلبات والا هتموت وتختفي من الوجود. يا لهوي، انا اللي هحقق لك طلبات؟ لا حضرتك اظن اختلط عليك الامر، العفريت هو اللي بيحقق الطلبات. ركز كده واهدى وتعالى حقق لي امنياتي. حالك يا اخويا، ده كان زمان يابا. دلوقتي لازم تحقق لي 3 طلبات والا هتموت وتختفي من الوجود. بقولها لك لتاني مرة، وانا هفضل معاك لحد ما تحقق الطلبات، والا هينتهي وقتك وزمانك وتختفي من مكانك. ايه الخيبة اللي انا فيها دي؟ يعني يوم ما يطلع لي عفريت يكون عايزني انا اللي احقق له طلباته؟ يا عم العفريت انا عايز افهمك حاجة، انا بقالي ساعة بدور على حبل غسيل ومش لاقيه، ففكرة ان انا احقق لحضرتك حاجة دي فكرة مستحيلة. بس انا هقولك مين هيحقق لك طلباتك، مش هسيبك كده يعني. بص تحت السقف ده في واحدة اسمها مفيدة بتحقق طلبات اي حد الا انا. روح لها وان شاء الله ما تحققلكش حاجة وتاخدها واخلص منها ومنك بالمرة. مفيدة ايه يا عم؟ لا يابا، لا انا عارفها مفيدة دي. لا بص يا عمنا، مفيش حد هيشوفني ولا يكلمني الا اللي امر بخروجي، وانت يا سعيد الحظ اللي هتنفذ طلباتي، والا ما خلاص خلصنا. عرفت مش لازم كل شوية تكرر كلامك. طيب انا دلوقتي يا عم العفريت المفروض اقول لك على اللي ما اقدرش اعمله، ولا اقول لك؟ انا هقول لك على اللي اقدر اعمله عشان تطلب حاجه في المعقول. انا بقول انك تطلب اول طلب كوبايه شاي من القهوه اللي جنبنا، وانا يا عم هحاسب لك عليها. وتاني طلب تطلب كوبايه ميه، ويكون الطلب التالت سكر بره. يلا يا عم اشرب شايك وتوكل على الله. شاي يا ابني وزفت ايه ده؟ انت ناس تقول لي هات معسل. انت لازم تجيب 3 زلطات وتحطهم جوه المصباح. تحطهم جوه ايه؟ لا مؤاخذه المصباح، عشان تحرر حارس المصباح، وانا هدلك على المكان وهساعدك تجيبه. وبص بقى العرض ده هسهل عليك المهمه وهحقق لك امنيتك لما تحرر. اظن كده الكلام واضح. يعني لعبني ومطلع عيني عشان عايز زلط في الاخر؟ عفريت اهبل صحيح. بس استنى، انت بتقول هتحقق لي امنياتي لما اجيب لك الزلط واحطه في المصباح؟ لما تحطه في لا مؤاخذه المصباح. معلش الكلام ايه لازم يبقى واضح. وبعدين ايوه يا عم هحقق لك امنيتك، ايه المشكله يعني؟ وبص بقى وهساعدك كمان وهقول لك على مكان الزلط. شفت انت عفريت بيتعامل كده قبل كده؟ اذا كان كده تمام التمام، بس الاول عايز اختبرك في طلب واشوف اذا كنت عفريت ولا لا، لان انا مستهيفك بصراحه. يعني انت شايف منظري ده وكنت قاعد جوه فانوس وطلعت، هكون ايه يعني؟ يا عم ماشي، عايز طلب ايه؟ كنت عايز حبل الغسيل عشان مفيدة قافلة عليا وحالفة ما تنزلني الا لما اجيبه. حبل ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ انا عفريت يا ابني، انا عفريت وليا اسمي واحترامي. طب استنى، افتح يا مفيدة، انا طلع لي عفريت. بس خلاص يا عم. مفيدة ايه وبتاع ايه؟ هجيب لك الحبل، هجيبه لك حاضر. ثم انك ما ينفعش اصلا تقول لحد ان انا موجود، انا سرك يا ابني، انا عفريت. واضحه لك؟ يعني انا مش فاهم، انت جاي لي تحقق احلامك وكمان ما اقولش لحد على خيبتي الجميلة؟ ايه رأيك بقى؟ وبعدين ده انا هعمل لك حاجات كتير وهغير لك حياتك. يا عم تغير ايه بس؟ اذا كنت محبوس معايا عشان حبل غسيل
تقول لي هغير حياتك؟ ده انت عفريت عايز اللي يخدمك. انت بتعايرني يا اقرع؟ ماشي يا زيكو، لو عايز تطلع اطلعك، لو ده يعني اللي هيخليك تطمن. يا عم طلعني من هنا، لان شكلك هيبقى وحش وسط العفاريت انك تبقى محبوس في مصباح بيتمسح تطلع، ومع ذلك محبوس فيه. يعني محدش مسحه كل ده، وفي الاخر تطلع منه تتحبس في صندرة عشان حبل غسيل. فين الكرامة؟ تصدق معاك حق. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا كنت بهزر يا عم العفريت. في ايه؟ يا لهوي.